ويوم خميس جديد يا لعيبه، باكيجات وحزم واحداث جديده. فتعالى بقى نشوف كونامي نزلت لنا ايه النهارده. طبعا اول حاجه حمله تسجيل الدخول، عندك كمان فتحه مجانيه على باكيج جديد 1 2 كات يا صديقي. ده باكيج شكله كده شو تايم ولا ايه الحكايه؟ لا ده باكيج ايبك على شو تايم. كمان ادي فتحه مجانيه على باكيج ياباني غالبا كده شو تايم، وفتحه مجانيه تانية على باكيج تركي برضه غالبا كده. وادي رساله من كونامي بتقول لك فيها ان في احتفاليه خاصه كده بنادي يعني كسب بطوله تقريبا، معرفش هو كسب كاس ايه بالظبط، ولا النادي ده بيقول لك اسمه فاسكو جيبوزوكا حاجه كده، فاسكو جيبسكوا حاجه شبه كده تقريبا. ده نادي ياباني ولا ايه مش عارف. فكونامي يعني بتقول لك ان احتفالا بالنادي ده طبعا لعيبه النادي هتكون حالتها ايه طول الاسبوع الحالي، فما علينا احنا اصلا مش عارفين النادي ده ايه. وده يا صديقي باكج ال1 2 كات. طبعا عندك 2 ايبك على 2 شو تايم، الاثنين الايبك اقوياء جدا. انت عندك بافن نيدفيد وعندك رود خولد. طبعا رود خولد بالماجنتيك فيت والفينومينال فينيشنج، ونيدفيد باللوس كريمر والفينومينال باص كمان. اما بقى صديقي الاثنين الشو تايم، طبعا عندك جيوكو ريس لاعب ارسنال المهاجم بالويل باور والفينومينال فينيشنج، فهيكون جامد جدا. كمان جمال موسيالا بالفينومينال باص والمومنتم دريبلينج، ونازل برضو ال زي نيدفيد كده. فطبعا اللينك الجديد ده هيكون بين ال والسي اف، ولكن يا ترى ال بيلعب باسلوب ايه؟ بيلعب باسلوب الكرييتيف بلاي ميكر. فطبعا هو اسلوب كويس جدا مش وحش، ولكن في ناس بتحس ان تحركاته يعني مش افضل حاجه، او انه مش بيجري كتير في الملعب يعني. ولكن انا بشوف عكس كده، انا بشوفه لاعب ذكي جدا. حتى نسخ ميسي الكرييتيف بلاي ميكر قويه جدا. طيب نبص بقى على جود خولت كده علشان نعرف بقى المهاجم بيكون مطلوب اسلوب ايه. ليه كده بقى كونامي؟ فوكس ان ذا بوكس او المهاجم المتربص. طبعا ده اسلوب لعب يعني مش افضل حاجه بالنسبه للمهاجمين، يعني متهيألي الديب لاينج فيرود افضل منه. طبعا الجول بوشر هو افضل حاجه، والفوكس ان ذا بوكس ده بصراحه مش بقتنع انه ممكن يلعب مهاجم صريح لوحده كده، يعني ده يتحط جنب مهاجم تاني جول بوشر مثلا، لكن صعب جدا تعتمد عليه لوحده كده كمهاجم صريح. فطبعا حاسس ان اللينك اب ده مش هيكون افضل حاجه. يا ترى مين المدرب الجديد؟ لان باكج زي ده معناه ان في مدرب جديد يا صديقي. وقبل ما نخش نشوف المدرب والباكجات التانيه، نستلم كده جميع الفتحات المجانيه اللي معانا دي علشان نخش نودي بقى يا معلم كده في الباكجات طبعا. طيب تعال نخش نبص كده على الحزم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه بقى يوهان كرويف بيعود معانا من جديد يا صديقي. طبعا واحد من اساطير اللعبه سواء كلاعب او كمدرب، ويعني حاجه جامده جدا، كاريزما عاليه جدا يا صديقي. شايف الكاريزما؟ ولكن للاسف يعني هو بيحتاج طبعا مهاجم فوكس ان ذا بوكس، وبيحتاج كرييتيف بلاي ميكر. اما على مستوى اسلوب اللعب هو بيلعب استحواذ طبعا 89. يعني كرويف معروف من اقوى مدربين الاستحواذ في اللعبه. كمان بيلعب اوت وايد برضه 89، فلو انت بتحب تلعب عرضيات او كده ممكن يكون مناسب بالنسبه لك برضه. لكن كان نفسي بصراحه اشوفه كده باسلوب لعب مختلف. يعني انا عارف ان هو كرويف في الحقيقه فعلا كان بيلعب استحواذ، ولكن مش لازم كونامي تكون واقعيه قوي. يعني فيها ايه لو نزلته كويك كاونتر او لونج بول كاونتر؟ يعني مش هتفقد مصداقيتها مثلا. ولكن ما علينا. طبعا هو بيزود كمان مهارات عند اللعيبه، الاكسلريشن بريست والبالانس، هي مهارات كويسه جدا. يعني البالانس مهم علشان اللاعب يكون خفيف، وكمان التسارع برضه مهم جدا. اما بقى صديقي على مستوى اللينك اب اللي بيعمله، طبعا هو بيعمل لينك اب 1 2 كات، وفي اللينك اب ده بيحصل 1 2 بين الجناح او طبعا اللاعب اللي هو او ار بقى ايا كان، مع المهاجم يا صديقي اللي هو طبعا بيلعب باسلوب الفوكس ان ذا بوكس زي ما قلنا. المهاجم بيستلم الكره من الجناح، وبعد كده الجناح بيلف من ورا المهاجم يتحول كانه هو مهاجم، وساعتها المهاجم بقى يعمل معاه ال1 2 ويحط له الكره طبعا يوديه انفراد. يعني بالظبط زي ما انت شايف التحرك كده قدام منك. لكن هي مشكلتها الاساسيه زي ما قلت لك كده ان في ناس كتير مش بتحب تلعب بالفوكس ان ذا بوكس، واصلا معهمش مهاجمين اقوياء بالاسلوب ده. ممكن هالاند بس هو يعتبر يعني لاعب منتشر شويه بالاسلوب ده. اما على مستوى الكريتيف بلاي ميكر انا ما عنديش مشكله معاه، ولكن في ناس برضو مش بتحب الاسلوب ده في الاجنحه ابدا. يعني بيفضلوا البرولو فيك وينجر او الرومنج فلانك حتى على كريتيف بلاي ميكر. ولكن بصراحه كده انا شايف اللينك اب بتاع كرويف ده كويس جدا وجديد كمان في اللعبه يا صديقي. يعني ده مش لينك اب قديم. فمؤكد يا صديقي هبقى اجرب اللينك اب ده واشوف بقى كده تحركات الجناح فعلا بيتحرك بالشكل اللي قدامي ده. يعني بيخترق من العمق كده ويتحول كانه مهاجم صريح، ولا كونامي بس بتشوقنا وعاوزانا نشتري الحزمه وخلاص كده. ولكن لو انت من محبين اسلوب الاستحواذ يا صديقي اعتقد كده كرويف يعني ممكن تفكر فيه، ولكن ما تستعجلش يعني لانه لسه مكمل معانا شويه حلوين. وبالنسبه لدورتموند وكلوب فدول هينتهوا الاسبوع القادم لو حد يعني بيفكر يشتري اي حاجه منهم. طيب ده كده بالنسبه للحزم يا صديقي. تعال بقى نخش على الباكجات. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ادي اول باكج. الباكج الثاني بقى ده للدوري التركي، ومعاك اسينسيو في الباكج، معاك كمان اونوت شوا ده المهاجم العملاق باللوس كريمر والبولت هيدر. يا نهار ابيض. ولينا فتحه مجانيه على الباكج ده ان شاء الله ما حدش يطلع له اونوت شوا، لان العمليه مش ناقصه قرف في الديفيجن، كفايه علينا اللي موجود. كمان عندك يا صديقي باكج تاني بقى شو تايم للدوري الياباني، برضه لينا فتحه مجانيه عليه، لكن ده ما فيش حد فيه معروف يعني. وتعالى بقى لحلويات نجوم الاسبوع. طبعا عندك عثمان ديمبلي في باكج دوري ابطال اوروبا
عندك كمان اديمولا لوكمان ولامين يامال يا صديقي، يعني شغل عالي جدا. لامين يامال ده غالبا هيكون بيوصل 101 ممكن 102. عثمان ديمبلي برضه 101 ممكن 102 على حسب بقى المدربين وعلى حسب الطاقات بتاعتهم. كمان عندك اردا جولر يا صديقي، عندك مين تاني؟ كاي هافرتز والكسندر ارنولد، ديفيد رايا، ماركينيوس، والواد الديفندر بتاع سبورتنج لشبونه، عندك كمان داني اولمو واديمولا لوكمان، وعندك ماتيو روجري. يعني الباكج تقريبا كده زي ما توقعناه بالظبط يا صديقي، وباكج شكله قوي جدا. انا عن نفسي هفتح الباكج ده بدون تفكير ايا كان بقى باكج نجوم الاسبوع العادي ده ايه، لكن نبص عليه برده كده لان ممكن يكون عندك فيه لعيبه جامده. طبعا عندك ريان شرقي وفان دايك يا صديقي ونيكولو باريلا كمان، يعني نفس اللي توقعناه برده، فده شغل جامد جدا. طبعا عندك ريان شرقي دي اقوى نسخه ليه تقريبا نجوم اسبوع، 97 بالبوستر. في التشكيله برده هيكون 101 ممكن 102. فان دايك نفس الكلام بوستر 97، ونيكولو باريلا 96 بدون بوستر. بسم الله، يا ترى معانا مين تاني؟ عندك اولي ووتكنز، طبعا ووتكنز زي ما قلنا برده كان متالق جدا. عندك جيبس وايت، ادريان رابيو يا صديقي، رافا سيلفا، ايدن هيفن ده قلب الدفاع بتاع مانشستر يونايتد، وافونسو موريرا بينزل مكان طبعا اندريك اللي كان متالق برده، سجل هدف وصنع هدف، ده المهاجم الثاني اللي كان بيلعب جنبه. وحارس ريال سوسيداد عندك كمان سعود عبد الحميد، اللاعب السعودي الظهير الايمن تقريبا، ده بيلعب في نادي لينس حاجه زي كده. وباكج برده جامد جدا يا صديقي، خصوصا بقى ان عندك ريان الشرقي، عندك فان دايك وباريلا، يعني ده ثلاثي جامد جدا بصراحه كده. ولكن بكل تاكيد لو عاوز لعيبه اكتر قويه فده موجود في باكج دوري ابطال اوروبا، يعني الباكج بالكامل تقريبا كله لعيبه قويه جدا. طبعا ما فيش معانا باكجات جديده نزلت النهارده، ولكن تعالى بقى نبص كده على المهمات. عندك اول حاجه الكامبين هاب، والكامبين هاب بيتفتح فيه اخر مكافآت بتاعه الاسبوع الثالث، خلاص كده 10 فتحات على الباكج الايبك المجاني، لكن ما فيش كوينز طبعا في المكافآت بتاعه الكامبين هاب الاسبوع ده. نبص بقى كده يا صديقي على المهمات العاديه. طبعا اتضح امبارح زي ما قلت لك بالظبط في الفيديو انك لو فتحت ل 20 فتحه مجانيه على الباكج الايبك وما طلعلكش ولا لاعب، واستلمت الفتحه المجانيه المضمونه دي وفتحتها على الباكج يا صديقي وجالك لاعب منها، الفتحات الباقيه اللي معاك على الباكج كلها سواء بقى كانوا 9 فتحات او 10 فتحات ايا كان، فالفتحات دي بتكمل معاك، تقدر تفتحها تاني على الباكج عادي جدا، وممكن يجي لك لاعب كمان من ال10 فتحات دول بقى او حتى 2 لعيبه ايا كان. ولكن طبعا ده بشرط انك تفتح الفتحه المضمونه الاول لما توصل 20 فتحه مجانيه، لانك لو كملت باقي الفتحات بعد ال 20 فتحه مجانيه وطلع لك لاعب ايبك من الباكج ده يا صديقي من الفتحات المجانيه دي، فكده الفتحه المضمونه بتضيع عليك تماما، فانت استخدمها الاول بعد كده كمل الفتحات الباقيه معاك بقى على الباكج براحتك خالص. فالموضوع بسيط، كل اللي عليك تفتح ال 20 فتحه مجانيه على الباكج ده، بعد كده تروح تستخدم الفتحه المضمونه وترجع تكمل تفتيح تاني على الباكج عادي جدا. ده كده بالنسبه للمهمات. تعال بقى نخش كده على الفعاليات. بسم الله الرحمن الرحيم. دي فعاليه فيها السبع لعيبه الايبك اللي معانا مجانا على برضه شويه لعيبه هايلايت من الباكج، وهي فعاليه تبع حمله المليار ده واللوت، تقدر تكمل فيها بقى المهمات المطلوبه منك في الميشنز. وعندك فيها يعني ايه ادفانسد سكيل توكن او بطاقه مهارات خاصه، عندك كمان ملف تدريب 10000 نقطه، ملفين وبس كده، مفيش ولا كوينز ولا فتحات مجانيه ولا اي شيء. لكن عندك بقى فعاليه دوري ابطال اوروبا، دي فيها فتحه مجانيه على باكج دوري الابطال، وفعاليه ثانيه للدوري الايطالي فيها فتحه مجانيه على باك نجوم الاسبوع، فده جميل جدا بالنسبه للفعاليات الاوفلاين. تعال بقى نخش على الاونلاين. عندك فعاليه دوري ايطالي فيها 50 كوينز وبس كده، ده هو الجديد في الفعاليات يا صديقي. لسه بقى معانا شويه فتحات مجانيه كده، نبقى نجمع الفتحات دي كلها في فيديو واحد ونفتحها ونودي، يمكن يجي لنا حاجه يا صديقي. ويبقى ده كده فيديو النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبك. تعمل لايك سبسكرايب لو انت اول مره بتشوفني، وانزل اكتب لي كومنت رايق يا رايق. سلام.